ازيكم يا احلى متابعين. في الفيديو ده هنشوف يوم كامل من اكلنا الشعبي المصري، فطار وسناك وغدا وعشاء، وكل ده في حدود 1500 سعر حراري بس. والاجمل ان احنا معتمدين على معلومات غذائية دقيقة من وزارة الزراعة الامريكية، يعني مش بس بناكل، احنا كمان بنفهم كل حاجة بتدخل جسمنا. يلا نبدأ ونشوف ازاي ناكل اكلنا البلدي من غير ما نعدي السعرات. نبدأ بالفطار بحاجة بسيطة تشبع وتدي طاقة: 2 قرص طعمية مشوي أو في الإير فراير، نص رغيف بلدي، 2 معلقة سلطة طحينة، سلطة خيار وطماطم، شاي بدون سكر أو بسكر دايت. الغدا الشعبي اللذيذ بتاعنا: نص كوباية رز أبيض مسلوق، 3 صوابع كفتة مشوية، طبق ملوخية كبير، سلطة خضراء. السناك والفاكهة: وجبة خفيفة زي زبادي قليل الدسم، زائد كوب شمام أو نص ثمرة مانجو. ونختم اليوم بعشاء خفيف ومغذي: 2 بيضة مسلوقة، ربع رغيف بلدي، بتنجان مشوي، كوباية زبادي صغيرة. شفتوا؟ مفيش حاجة اسمها دايت صعب، ومفيش حاجة اسمها ممنوع، كل الأكل ليه مكان بس بالحساب. تقدروا تاكلوا اللي بتحبوه، حتى أكلنا الشعبي، من غير ما تبوظوا الدايت. الفرق مش في نوع الأكل، الفرق في كمية الأكل وطريقة تحضيره. لو حسيتي إن الفيديو فرق معاكي أو خلاكي تبصي للأكل بشكل تاني، اكتبيلي في الكومنتات نفسك تشوفي يوم أكل كامل فيه ايه: كشري، محشي، رز بلبن، كله هنعمله بس بأسلوب ذكي. وأنا معاكم خطوة بخطوة. خليكي فاكرة الأكل مش عدو، الأكل أداة، وانتي اللي تتحكمي في المعادلة. استنوني في الفيديو الجاي. سلام.